ساعات طويلة قاعد فيها بتسكرول على السوشيال ميديا محتوى سطحي وتافه، وبعد ما تخلص بتلاقي ساعات عدت من غير ما تحس بالوقت. بتحس بعدها مش قادر تركز ومشتت وحاسس بالزهق والملل، ووقت عدى في اللاشيء. جامعة أكسفورد سمت الحالة دي بتعفن الدماغ برين روت، واختارت المصطلح ده عشان يكون كلمة العام في 2024. طب ايه هو تعفن الدماغ بالظبط؟ هو بكل بساطة تدهور في قدرتك على التفكير والتركيز، بيحصل لما تقضي وقت طويل في استهلاك محتوى سطحي وتافه وما فيهوش اي مجهود ذهني او قيمة حقيقية، خصوصا المحتوى السريع على السوشيال ميديا. وفي السنين الاخيرة مع سرعة انتشار وزيادة المحتوى السريع خصوصا الغير مفيد، زادت المشكلة سوءا. طب انت ازاي تعرف هل انت بتعاني فعلا من تعفن الدماغ ولا لا؟ الموضوع بيختلف من شخص للتاني بناء على الوقت اللي بتقضيه على السوشيال ميديا ونوع المحتوى اللي بتستهلكه، خصوصا لو محتوى شورتز وريلز كتير وبيوصل لساعات يوميا. ومن علامات تعفن الدماغ قلة التركيز والانتباه، انك ما تقدرش تركز لفترة طويلة في حاجة معينة، سواء قراءة أو شغل أو مذاكرة. كل شوية بتسرح وبتفصل بسرعة وبتمسك الموبايل أو تلاقي نفسك بتفكر في حاجة تانية، ومع الوقت أي مهمة محتاجة تركيز عميق بتبقى مرهقة بالنسبة لك. تاني حاجة التشتت المستمر، بدل ما تركز على حاجة واحدة تلاقي نفسك بتتنقل من تطبيق للتاني ومن فيديو للتاني. تدخل يوتيوب فتلاقي نفسك بعد 5 دقايق على انستجرام، وبعدها تيك توك، وبعدها واتساب، وفي الآخر تنسى أصلا انت كنت فاتح الموبايل ليه. كمان من الأعراض المنتشرة جدا السكرولينج بدون هدف، تفتح أي تطبيق سوشيال ميديا وتفضل تسكرول بشكل تلقائي، مش لأنك محتاج حاجة، لكن لأن مخك اتعود على السلوك ده وبقى بيطلب جرعة جديدة من المحتوى كل شوية. وفجأة تكتشف إن نص ساعة أو ساعة كاملة ضاعت من غير ما تحس. ومن أخطر الأعراض كمان الملل من المحتوى الطويل. زمان كنت ممكن تتفرج على فيلم أو محاضرة أو فيديو طويل عادي، لكن دلوقتي بعد ما اتعودت على الريلز بقيت بتحس بالملل بعد أول دقيقة أو دقيقتين. كل شوية تبص على مدة الفيديو أو تقدم أجزاء منه أو تسرعه عشان يخلص بسرعة، ومع الوقت ده بيخليك أقل صبرا وأقل قدرة على التعلم العميق. كمان هتلاحظ نسيان لحظ كتير، تدخل أوضة وتنسى دخلتها ليه، تمسك الموبايل وتنسى كنت هتعمل إيه، أو تنسى فكرة كانت في دماغك من ثواني. المشكلة دي بقت بتحصل مع ناس كتير جدا وفي أعمار صغيرة بسبب التشتت المستمر وتوزيع الانتباه على عشرات الحاجات في نفس الوقت. ومع الوقت ممكن توصل لمرحلة إنك ما تعرفش تستمتع بالهدوء، الأكل لازم معاه فيديو، والمشي لازم معاه سماعة، وأي دقيقة فراغ لازم تتملي بمحتوى، وكأن مخك بقى مش قادر يقعد مع نفسه أو يستحمل أي لحظة ملل. والمشكلة الأكبر إن كل الأعراض دي ما بتحصلش مرة واحدة، لكنها بتتراكم بالتدريج يوم بعد يوم لحد ما تكتشف إن قدرتك على التركيز والصبر والتعلم بقت أضعف بكتير من الأول. طب دلوقتي نيجي للسؤال الأهم، إزاي تتعالج من تعفن الدماغ؟ خليني أقولك حاجة الأول، العلاج مش إنك ترمي تليفونك وتعيش من غير سوشيال ميديا، ده مش واقعي ومش المطلوب. ولكن لو مش بتستفاد من السوشيال ميديا وبتضيع وقتك على الفاضي بدون هدف، فالأفضل هنا إنك تمسحها خالص، لأن هنا ضررها عليك أكبر من نفعها. لكن المطلوب إنك أنت اللي تتحكم في استخدامك للمحتوى. أول خطوة، ما تبدأش يومك بالسوشيال ميديا. أول ساعة بعد ما تصحى من النوم قبل ما تمسك الموبايل خلي دماغك يصحى لوحده، مش محتاج تعمل حاجة كبيرة، صلي، افطر، اتحرك شوية، أو ابدأ مذاكرتك أو روح شغلك أو جامعتك. ليه بقول كده؟ لأن لما تبدأ يومك بالسكرول بتحط دماغك فورا في وضع الاستقبال. مخك من أول دقيقة بيبدأ يدور على المحفزات السريعة وبيفضل في الحالة دي باقي اليوم، ودي من أكتر الحاجات اللي بتقلل التركيز والإنتاجية. تاني خطوة، اسأل نفسك قبل ما تفتح أي تطبيق، أنا داخل هنا ليه؟ إيه اللي عايزه أعرفه أو أعمله؟ لو الإجابة كانت مش عارف أو بس عشان حاسس بالملل، يبقى ما تفتحش التطبيق من أصله، لأن الملل مش مشكلة محتاجة تتعالج في نفس اللحظة. الملل مساحة طبيعية لدماغك إنه يرتاح ويرتب أفكاره. تالت خطوة، استبدل وقت الملل ببدايل مفيدة. لما تحس بالملل اتمشى شوية، اتكلم مع حد، أو حتى اقعد مع نفسك شوية. اكتب الأفكار اللي في دماغك، لأن أغلبنا بقى بيهرب من أفكاره أول ما يحس بالملل. حاول تبعد عن السوشيال ميديا في اللحظات دي بالذات، لأنك لو كل مرة حسيت بملل مسكت الموبايل فأنت بتعلم مخك إنه ما يتحملش أي لحظة هدوء، وبيحتاج جرعة تحفيز جديدة كل شوية. والنتيجة إن قدرتك على التركيز والصبر بتضعف مع الوقت. الهدف مش إنك تبقى منتج 24 ساعة في اليوم، ولكن لما يجي وقت الفراغ أنت اللي تختار هتملاه بإيه بدل ما الموبايل يختار عنك. رابع خطوة، استبدل الاستهلاك بالإنتاج. بعد أي محتوى تستهلكه اسأل نفسك أنا استفدت إيه من ده؟ لو قدرت تلخص فكرة أو درس أو معلومة يبقى المحتوى ده أضاف لك حاجة. أما لو قضيت نص ساعة أو ساعة ومش قادر تفتكر أي حاجة مفيدة، فغالبا المحتوى ده كان بيديك دوبامين سريع لكنه ما كانش بيديك قيمة حقيقية. وده من أبسط المقاييس اللي تقدر تحكم بيها على المحتوى اللي بتستهلكه. في النهاية زي ما تعفن الدماغ مش بيحصل في يوم واحد، فعلاجه برضه مش هيحصل في يوم واحد، لكن كل مرة بتسترجع فيها جزء من انتباهك وكل
كل مرة بتقاوم فيها رغبة السكرول العشوائي انت حرفيا بتعيد تدريب مخك على التركيز من جديد.